السرطان مو بس ياكل جسد وانما ياكل قلوب الاهل وياخذ كل احلامهم، وبالاخص اذا كان المصاب به طفل صغير. هذا اللي راح نشوفه بالحلقه العاشره من ذكرتني. حياكم الله، انا مسلم الجبوري وهاي حقيقة سينمائية. وقبل لا نبلش الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة حتى تشوف فيديوهات هواي. وهاي المرة مع مراجعة الحلقة العاشرة والاخيرة من مسلسل ذكرتني واللي كانت بعنوان السرطان. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى قسمين. القسم الأول من الحلقة واللي هو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة الشاب علي اللي ينصاب ابنه بمرض السرطان، فراح نشوف شلون هذا الشاب وقرر يكافح ويلم اللي عنده والما عنده حتى ينقذ ابنه، ويسافر بيه للهند حتى يسوي له جرعات علاجية. لكن قبل السفر يجوا ولد المنطقة يودعوه ويسوون لابنه مجلس عزاء بثواب الإمام الحسين، بلكي يندفع البلاء عن ابن هذا الشاب. بيبدأ المجلس بصورة طبيعية وعلي يجيب ابنه ويقعد بنص المجلس حتى يودع جيرانه، لكن هنا المصيبة تصير. ونروح للقسم الثاني والأخير من الحلقة واللي هي لبة المشكلة الحقيقية واللي هي موت الطفل أثناء المجلس. فراح نشوف الصراع الحقيقي اللي راح يصير عند الشاب أبو عبد الله في ظل عدم قبوله موت ابنه. فراح نشوفه بحالة هستيرية يركض بنص شوارع الناصرية ومصدوم وما مصدق انه ابنه راح منه، ويدعي على نفسه ويقول لو ما اخذني يا رب العالمين وما ماخذ ابني. ووجهة نظري للحلقة العاشرة كانت قوية جدا من حيث الفكرة وايضا من حيث التمثيل وبالاخص الشاب ابو عبد الله، لكن بيها سلبيات، ومنها سلبية تنفيذ العمل والاطالة في بعض المشاهد، وبالاخص مشهد المقدمة اللي يستغرق اكثر من 8 دقائق كلها حتى تعرف انه هذا الطفل عنده مرض مو زين، وراح اهله ياخذونه ويسافرون بيه للهند حتى يعالجوه هناك. كان المفروض هاي السالفة تنحكي ب3 دقائق كلش كافي عليها اذا مو اقل. وملخص هاي المراجعة الحلقة العاشرة تشق القلب، وانصحك تترك كل شي بيدك وتروح تشوفها الان. وتقييمي للحلقة العاشرة والاخيرة من مسلسل ذكرتني 7 من 10. وبالاخير اذا شفت هاي الحلقة اكتب لي رايك جوا بالتعليقات، ولا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة حتى تشوف مسلسلات هواي.